كيف تجعل من النجاح عادة. النهارده الحلقة بتاعتنا إن شاء الله هتبقى مفيدة جدًا ودسمة جدًا، فيا ريت تبقى مركّز جدًا، تحضّر بقى المشروب بتاعك المفضل وتركّز معايا أوي، ويالّا بينا نبدأ ببركة بسم الله. النهارده إن شاء الله أنا هاقول لك على سر من الأسرار ما حدش هيقولها لك أصلًا في حياتك، هي سر الأعظم للنجاح. تعرف السر ده؟ أنت لازم تسمع الفيديو لحد الآخر، وفي الآخر هاقول لك على السر العظيم ده اللي ما فيش حد هيقوله لك غيري أنا إن شاء الله. يالّا بينا نبدأ، يالّا بينا نبدأ. أول حاجة اعرف نفسك أولًا. على فكرة فرصة النجاح دي متاحة لكل الناس، ما فيش واحد عنده فرصة للنجاح وواحد ما عندوش، بس هنا الميزة إن في واحد بيعرف إزاي يدوّر جوّه نفسه على الشيء اللي هو يقدر ينجح فيه، وفي واحد ما بيعرفش. حضرتك لو اختليت بنفسك كل يوم على الأقل ساعة، ساعة ونُص، وقعدت كده في استرخاء، غمضت عينيك، دَوّر جواك على حاجة أنت عملتها في حياتك وكنت ممتاز فيها وكنت حاسس بفرحة النجاح فيها، هتلاقي نفسك لمّا هتيجي تعمل الحاجة دي في الوقت الحالي أنت هتكون ناجح فيها جدًا. هالدين قال في كتابه اللي هو اسمه كيف تجعل من النجاح عادة، بيحكي لنا قصة صغيرة كده عن الشخص ده لمّا جاله كان عمره 43 سنة، بيحكي له إن هو درس الحقوق، بعد 15 سنة من ممارسة المهنة دي حاسس إن هو ما فيش نجاحات، مش حاسس بلذة نجاح أصلًا، كمان النجاح اللي هو كان بيتمناه أيام ما كان بيدرس مش لاقي منه حاجة أصلًا. هالدين رد عليه قال له إيه: أنت ممكن ترجع شوية بالزمن لطفولتك، حاول إن أنت تتذكر حاجة كده كنت بتعملها وأنت صغير، كنت بارع فيها، حاجة عملتها وحسيت بلذة أو حسيت بالنجاح فيها واللي حوالين منك انبهروا باللي أنت عملته. فالراجل قعد كده شوية وقعد يفكر، فجأة بدأ يتكلم، قعد يحكي له إن والده كان عنده بندقية صيد، وكان هو يعني بعد فترة من استخدامها ما بقاش يروح يصطاد، فركن البندقية ديّة وعدّى عليها وقت طويل، فجه فجأة اتفق مع زمايله إن هم يطلعوا يصطادوا، فجاي بيدوّر على البندقية أول ما لقاها الصياد أكلها وبقت مش نافعة للاستخدام نهائي. صاحبنا ده كان بيحب والده جدًا، راح جاي قاعد قدام الدفاية وقعد ولّع البايب بتاعه أو الغليون زي ما بيقولوا، وقعد مركّز كده في النار بملل، وقال لك أنا دخلت الأوضة بتاعتي، رُحت جاي قافل على نفسي أنا والبندقية والمعدات اللي هاشتغل بيها، خدت قراري إن أنا مش هاخرج من الأوضة إلا والبندقية دي زي ما كان والدي شاريها بالضبط. وفعلًا قعد طلّع البندقية فكّها حتّة، حتّة، وقعد شال الصاجة اللي عليها وركّبها تاني قفّلها وخرج بيها لوالده، يحكي عن فرحة والده اللي حصل من صاحبنا ده، أخده بدراعاته القوية دي بيقول لك بيرفعني لفوق بيلتقطني تاني وراح مدّيني جنيه على اللي أنا عملته. فسأله: أنت في حاجة تانية من نفس السياق ده كانت ممتعة بالنسبة لك وعملتها؟ فقال له: طبعًا أنا جيت في مرّة صلّحت ماكينة الخياطة بتاعة والدتي، جيت في مرّة وصلّحت العجلة بتاعة أختي، وجيت في مرّة ورجّعت الكهربا للبيت بعد ما كانت فصلت، وكنت سعيد باللي أنا باعمله. رَد هالدين قال له إيه: قال له: على فكرة أنت خُلقت لكي تكون مهندسًا، أنت مكانك مش في المحاماة ولا في المحكمة، أنت مكانك في مصنع كبير، أنت المفروض عليك دلوقتي إن أنت تدرس الهندسة. طبعًا الراجل استغرب، يعني أدرس إزاي هندسة وأنا سني 43 سنة لسه هاقعد أدرس؟ فقال له: طبعًا أنت لازم تروح تقدّم وتدرس الهندسة وهتشوف مكانك اللي أنت حابه بقى هتشوفه في الأيام اللي جاية. فعلًا الراجل ما بصّش طبعًا بقى للي هيقول له أنت لسه هتدرس وأنت عندك كام سنة ولسه مش عارف كذا لأ، أخد القرار، عنده العزيمة، عنده هدف لازم يحققه، فبدأ إن هو يدرس الهندسة. عايز أقول لك إنه في سن ال50 كان من أشهر المهندسين في بريطانيا. تمام يا صديقي العزيز، أنت يعني لازم تفهم إن أنت جواك منجم كنوز، أنت الوحيد بس اللي تقدر تطلّع الكنوز اللي جواك، ما فيش حد غيرك هيقدر يعرف قدراتك إلا أنت. تاني نقطة بقى يا صديقي، أنت بعد ما عرفت الكنز اللي جواك، أنت لازم تعرف الكنز ده هيوديك لغاية فين، فأنت لازم تحط هدف اللي أنت هتوصل له، لازم تحدد هدفك ويكون ليك مثل أعلى، لازم تختار لنفسك مكان على القمة، فحدد مكانك اللي أنت عايز توصل له اللي هو الهدف. بعد ما حددت هدفك، تخيل لو إنك أنت كده طيارة وأنت اللي بتسوقها وطالع بيها وأنت مش عارف رايح فين، فقدامك اختيارات كلها مميتة، إما إنك أنت تفضل عالق في السما لحد ما الوقود يخلص وأنت تخلص ونخلص منك أو إن أنت تفضل واقف مكانك وما تطلعش تروح في أي حتة وعمرك يعدّي، أو إن أنت هتضطر إنك تنزل في أي حتة وبرضه ممكن تودي بحياتك وهي النهاية واحدة. Is that when it feels scary to jump, Ian, that is exactly when you jump. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life. And that I can't do.
بعد ما حضرتك حددت هدفك، تخيل برضو ان انت راكب نفس الطياره اللي انا قلت لك هتفرقع بيك دي وهيحصل فيها كذا. تخيل كده ان انت حاطط لنفسك وقت معين هتوصل فيه، عامل حساباتك ان البنزين اللي موجود معاك او الوقود اللي موجود في الطياره هيوصلك لحد المكان اللي انت رايحه بسلام، ويبقى معاك فائض كمان شويه في البنزين او الوقود اللي معاك. وبعدها يا صديقي عندك حاجه مهمه قوي، لازم اوعى اياك المحبطين دول. شفت السوس او شفت النمل اللي ممكن ينخور في جبل يهده مره واحده؟ اوعى تستسلم لحد يقول لك اصل وقتك، اصل سنك، اصل انت مطلوب منك، اصل انت ما عندكش وقت تعمل كذا، هو انت لسه هتبتدي ما ذاكرتش زمان هتذاكر دلوقتي، طب انت ما نجحتش زمان طب هتنجح دلوقتي. طب يا اخوانا انا فوق ولازم ابدا. ارجوك ابعد عنهم نهائي، لانه دول هم سبب فساد حياتك. طبعا احنا كده جينا لاخر الفيديو. طبعا انت مستنيني اقول لك على السر الاعظم للنجاح. على فكره مفيش سر للنجاح، وانت اللي بايدك تخرجه. محدش غيرك هيقدر يلبس البدله بتاعت الغطس دي ويغطس جوه نفسك ويقعد يغوص ويدور ويلاقي الكنز ده ويطلع بيه غيرك انت. وفي نهايه الحلقه طبعا انا بشكرك على المتابعه والاستماع. قهوتك بردت على فكره اشرب.